ازيكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست القلام مع WWW واللوي. وز اهلا بيك يا وزه في حلقه جديده. مش هقول الحلقه اهلا رقم بيك. كام عشان ما ايوه الله تزعلش. يبارك لك. انا راجل حقاني. انا متحمس لحلقه النهارده، وانا تعبت شويه في التجهيز بصراحه. ما انا عارف. عشان انا ما تعبتش. مسكت ورقه وقلم وبتاع وكتبت بدل ما اكتب على اللابتوب وبتاع، رغم ان انت دي حتتك انت، الورقه والقلم عامه. كده appropriation. ما انت ما عشتش وزه المعاناة اللي انا appropriation. عشتها وما عملتش الحاجات اللي انا عملتها. لا بس عامه عندنا كلام حلو الحلقه دي. باذن الله. هنتكلم على منتخبنا الجميل. أوكي. هنشوف الاعلانات اللي نزلت عشان في جدل اوكي. على شويه اعلانات، اه ونقول ملاحظاتنا الاخيره على منتخب قبل كاس الامم الافريقيه Yeah. من اللي شفناه في ماتش تنزانيا. مم. ولازم نتكلم على الهبل اللي حصل في ديربي مدريد في السوبر كاب. شفت احسن رايت باك في العالم. شفت احسن رايت باك في جلوتين العالم. فري. هاشتاج وزنوز. الله يبارك لك. تمام. هاشتاج وزنوز. روديجر من احسن سنتر باكس في العالم. شغاله معانا حلاوه. بس عايزين نعربها ايه دي وزنوز. وزنوز. يا عم نبقى نقعد نمشي نفكر حل. فيها. ماشي. ونروح لإيطاليا لأول مرة في البرنامج، نتكلم على السبيشال وان. جوزيه مورينيو خسر في الديربي ضد لاتسيو، خسر كتير في الديربي ده بتاع روما من ساري في لاتسيو. بس الناس عمالة تنتقد في مورينيو على أساس إن هو معاه جالاكتيكوس مثلا، وهو معاه فريق على الله جدا، فهنتكلم عليهم. وفي الآخر الجندر بندر بتاعنا هنتكلم على التسنين في كرة القدم الأفريقية. في الأفريقية. أنا أفريقيا ضربوا. لا هو لا احنا موضوع نتكلم فيه ده افريقيا فعلا. نبدا من عند المنتخب. الاعلانات بدات تنزل الاسبوع اللي فات، الحملات الاعلانيه لتشجيع المنتخب. والحملات الدايركشن بتاعها عامه السنه دي ما كانش تشجيع بالمعنى اللي احنا عارفينه او بمعنى الكلمه اللي هو تشجيع. واول اعلان شفته كان هو اعلان بتاع شركه ما، مش هنقولها عشان احنا عندنا متابعين كتير. قول بتاع الفنان بالظبط، بتاع الكابتن مش الفنان، رضا عبد العال. وكان السلوجن بتاع الحمله الاعلانيه هو رجعوا لنا الكاس، يرجع لنا الحماس. صراحه عجبني جدا جدا. عجبني ومتاكد ان انا اونست في اعجابي ده، لان انا وش رضا عبد العال بيمثلني. بيثيرني يعني فعلا. فان انا استحمله واضحك وابتسم وكده، يبقى كده اعلان حلو. هو سمعت اشاعه انه اتلغى وحاجات اللي هي الحاجات المصريه جدا. لا انا شفت كوبي جديده اصلا النهارده. ايوه لا ان في واحد اللي هو بتاع الكوتشينه ده مهين جدا يا جماعه. كل حاجه مهينه بالنسبه لهم. طب انا في نظريه في دماغي، الناس اللي شايفه ان الاعلان ده مهين هي نفس الناس اللي 100%. لا بص، الكميته دي تنطبق على اي حاجه احنا شايفينها صح هم شايفينها غلط تنطبق على الكميته في اي حاجه. بس لا، في ناس كتيره حتى من صحابي شايفين ان الموضوع ما فيهوش اي نوع من انواع التشجيع، ما فيهوش اي نوع من انواع الحماس. نو ديسريسبكت يعني، نو اوفنس لاصحابي، بس انا حاسس ان اغلب الناس اقول لك حاجه دي بقربها بايه بالظبط. الناس لما اللي بتبقى بتحب الهيومر والنكت لحد لما يبقى النكت قريبه منهم. حد ما يتصفى. يا جماعه الكوميديا كوميديا وده يعني. كوميديا بحت يعني. البراند اللي اتعمل بيه الاعلان ده هو قالوا له عايزين اعلان كوميدي يعني. الناس وهي بتطلب اعلان قالوا عايزين اعلان كوميدي. دارك كوميدي. دارك بقى وايت، المهم انه كوميدي، نتقبل الكوميديا. ما هي الناس دي بقى في وجهه نظري برضو هي الناس اللي ما بتتقبلش النقد في حياتها او ما بتعرفش تتغلب على النقد. ربنا يعينهم بقى على المهلبيه اللي هم فيها يعني. احنا حياتنا مثلا مش مثاليه، عادي لازم نتريق على بعض. بالظبط. وبالذات عجبني لسبب ان فعلا العلاقه بين المشجع المصري وبين المنتخب مصر كده. الاعلان ده وصفها بالظبط، ان احنا فعلا ما عندناش حماس، فهم لازم يرجعوا لنا بالكاس. فده المفروض ان هو يعني يكون هي الحاجه الوحيده اللي اختلف فيها، واعتقد بقى دي كل الناس تختلف فيها، الموضوع ملوش اي علاقه بالكاس. ما دي نقطه انا كنت هوصلها لك، بس خليها للاخر خالص. خلينا نتكلم فيها للاخر خالص. تمام. بس انا زي ما انا بقول لك الموضوع عجبني جدا. في ناس مش فاهمه ايه الحماس في الموضوع او ازاي ده تشجيع، فانا هقربها للناس. اعتبروا جوزيه مورينيو ممكن يمسكك في اوضه اللبس، ينفخك، يعجنك، يمسح بكرامتك الارض، يجيب تاريخك ورا وقدام، ويكون بيشجعك. في حته بس هي غير كده كمان. انا دايما بيقول لك وطنيه وانتماء. انا اصلا منتخبي الاول مش منتخب مصر يعني. انا لما البرتغال بتلعب مصر ما بشجعش مصر، مش روشنه، بس هي الكرة بالنسبه لي شيء معزول تماما عن الانتماء. عن فاهمك. اوكي. ايوه احنا بنشجع يعني. نوادي يعني. احنا في الظروف اللي احنا فيها دي دلوقتي 90% من النوادي اللي احنا بنشجعها لا تمثل آرائنا في الحياه. تمام.
بس بنشجعها عادي فاهم. ماشي. يعني انت الكوره بالنسبه لك ملهاش دعوه مفصوله تمام، بالباسبور الكوره والفن بالوطنية وكل بكل الحاجات حاجة. دي يعني. تمام. انا حتى الفنانين اللي بحبهم شخصيا كل 90% منهم شخصيات زباله اصلا، فعادي يعني عادي تمام. فاهم. نفصل بس بين حاجتين يعني تمام. الوطنيه ملهاش اي علاقه بالمنتخب خالص. طب بقول لك ايه، مم. فكره جت في بالي على السريع. تعال ندي تقييمات للاعلانات او للكامبينز للحملات ماشي. عامه. اديها تقييم من 5. الحمله دي من 5 احسن 5. حاجه، لا 1 اوحش 3، حاجه. مش يعني 3. ما سخسختش ضحك يعني. لا انا مش آه. بتكلم عليه، مش بفكر يعني فيها فيهم كضحك. اعلان واحد حلو والباقيين لا. هو ده اللي جاي. آه. بس انا مش بفكر فيها حمله كضحك، لا لذيذ كرساله آه. وكتنفيذ لا حلو. وككل حاجه. هتديله 3. مم. انا هديله 3 عشان الاعلان الجاي اللي هنتكلم عليه واظن هو اللي انت قصدك عليه بالظبط. كسبه حط عليه. مم. الاعلان ده بتاع شركه ما برضو مش هنقول اسمها عشان المتابعين بتوعنا ما نعملش اي اعلان مجاني. يعني هنعمل اعلان بفلوس. كمل كمل يا ابني. الاعلان ده كان السلوجن بتاعه هو او الحمله دي المنتخب وجمهوره قلب واحد، وكانت قصته كلها ان يعني المكان فيه دكتور نفساني مم. لعيبه المنتخب والجمهور قاعدين، والدكتور النفساني بيحاول يصلح العلاقه ما اللي بيننا. بين اللعيبه وبين مم. الجمهور. انا شايف ان هو ده اللي يكسب، وشايف ان ده احلى من الاعلان الاول اللي هو بتاع رضا عبد العال، رغم ان الاتنين فكرتهم قريبه من بعض. بس ده كمل على الفكره بتاعه اعلان رضا عبد العال وحط فيها حته اللي هو احنا لسه بنحبه. واعلان رضا عبد العال في كوبي واحده حلوه، لكن الكوبي بتاعت هاتيلي ما اعرفش ايه الساقع والرز السخن ليه مش حلو يعني. ما كانش مكتوب حلو كده. ما كانش رضا مكتوب عبد حلو. هي كده حلوه كده بس رضا ما عبد كانش العال مكتوب مش عارف حلو. يمثل. ده ما كانش مكتوب حلو. ما كانش مكتوب حلو فعلا. يعني هي فكرته كانت حلوه، فكره اللي هو انا مش مهتم باللي انت بتعمليه بالظبط، بس ما كانش مكتوب كويس فعلا. بالزبط. السيناريو ما كانش مكتوب حلو فعلا. بس الاعلان بقى التاني اللي هو كان عند الدكتور النفساني ده حلو قوي. حلو قوي. عجبني جدا لان زي ما بقول لك هو في حته ان الجمهور ديتاتشد من المنتخب وفعلا مفصول منه. لا وهو فعلا حاسس ان المنتخب ده لا يمثله، ان العيال دي بتعمل نمر وكده، وبالذات من وقت البطوله اللي كانت في القاهره يعني. يعني حتى لو البطوله اللي فاتت احنا كنا بنشجع بقلب وكده، انا كنت بشجع بقلب وكنت بقول رجالي الحماس والجو ده، بس حسيت ان هي كانت حاجه في وقتها. يعني انا ماتش السنغال بتاع تصفيات كاس العالم اللي بعده كنتش بنفس الحماس، وحسيت الحماس ده اتولد عندي مومنتم كده. اوكي. فهو ده واقعي اكتر يعني. هي كوميديته في ان هي واقعيه اكتر قوي يعني فاهم. وزي ما انا بقول لك هو كمل على حته احنا بنعاتبكم بس احنا لسه بنحبكم، عشان كده هو يكسب على الاعلان التاني، وكسب الناس اللي كانت متضايقه من الاعلان الاولاني. اللي هو الناس اللي في الاعلان الاول ما حسيتش ان هو انت ازاي كده بتشجعني، انت كده بتفصلني، انت كده بتكسر مقاديفي ومش من الاخر يعني. الاعلان الاولاني يديك مجال للمزايده، التاني لا. من الاخر يعني عشان كده يكسب بصراحه. عشان كده ذكي، عشان كده اشطر من الاعلان الاولاني. فنديله تقييم كام؟ 4. الاعلان الاخير السلوجن بتاع الحمله اللي بنتفائل بيها نشجع بيه، شفته؟ ده بتاع صلاح ومرموش لا انا ما شفتش ده اصلا. ده لذيذ بس هماينس نقطه عشان صلاح من غير ما اشوفه اصلا. فاهمك. خليني اقول لك على ده وبعدين تقول لي على الاعلان التاني. ماشي. هو الاعلان ده يعني ببساطه احكي لك الاثنين كوبيز اللي شفتهم. واحده ان واحد راح القهوه وكان لابس تيشرت 2008 تمام او تيشرت من 2008 وهو تخين او التيشرت ده عليه جدا. فواحد صاحبه بيقول له اللي هو لا التيشرت دي انا كنت لابسها لما انا شفت بتاع عمليه الولاد. ايوه بالظبط دي الكوبي الثانيه. دي الكوبي الثانيه حسيت اللي هو ليزي. لا دي 2 من 10. ليزي جدا مش من 5 بقى. شفت عندنا من 10. انا ما بحبش السهوله بالذات في الحاجات اللي فيها كوميك ريليف. لو هتستسهل في حاجه ما حاولوش ان هم يخرجوا بره الصندوق، ما حاولوش ان هم يعملوا اي حاجه جديده، حاجه مختلفه اللي هو عاديه يعني. نفس الحمله بتاعت كل سنه يا جماعه احنا بنحبكم واحنا بنشجعكم وبنتفائل بيكم. التاني عكسه بالظبط. ايه بقى؟ صلاح والنني ومرموش بيشوفوا كل الحاجات اللي كانوا بيتفائلوا بيها وعشان هي البطوله منحسه معانا احنا وصلنا فاينالين فبيغيروها. ففي اوله يعني مرموش بياكل بقسماط فبيقول له بتفائل بالبقسماط، فقال له تاني وبداوا بقى هما الثلاثه في رحله جيرني من تغيير البتاع. وكانوا بيقعدوا اللي هما فيها افات يعني في افات طياره الفنانين بعتوها قاره تانية
وكان في ايه، في ناس مثلا اللي بيحب يتفرج مع صحابه انت عارف فبقى انك بيخوف صحابه. انت بسطتني جدا عشان آه. انا لسه مقابل واحده صاحبتي كانت اشتغلت على الاعلان ده وهي تقريبا كوبي رايتر. بجد برافو عليك. فهو لو كده يبقى لا شاوت اوت شاطر شاوت اوت لذيذ. هاجر. آه. طيب ده لذيذ، هتديله كام؟ 4 4. عشان في صلاح بس هو يستحق اكتر. يعني هو يكسب يعني هو ده معانا. اشطر يعني هو واحد، يكسب معانا يعني ده هو اشطر اعلان. هو ده يكسب آه. معانا خلاص. حلو جدا. طيب النقطه وكمان بقى، صلاح بالحلقه يعني اقول لك حاجه، صلاح لما حلق شعره بدات اطيقه سنه والله. اصل هو كان عامل لي محمد نجم عارف، وبع لا مش البتاع محمد نجم، ده عارف اللي هو بقول لك ايه فاهم. عارف كراستي اللي في ذا سيمبسونز. ايوه هو ايوه. ده مش محمد نجم، بس هو ده. او اسمه ايه لما كان زمان ده فيلم لما قال لك كتاكيت إيه كان ده؟ يقعد يشد شعره على جنب. عبد الفتاح الاسري في قديم قوي ابيض واسود يعني. عجوز مالوش دعوه بالعجزه، ما كنتش عايش وقت عبد الفتاح الاسري يعني. طيب في بقى النقطه المحوريه مم. اللي عامه كلهم بيتكلموا فيها، مم. وهي الحماس، مم. وهي الانجازات. مم. زي ما انت قلت، هو اصلا في اخر 3 بطولات احنا وصلنا فاينل مرتين، وفي المرتين ما كناش متوقعين ان احنا نوصل الفاينل، وتفوقنا على نفسنا. سيبك بقى من اللي حصل في مصر، مم. عبث اصلا بدايه من اتحاد الكوره، ما نقدرش ان احنا نلوم انا عليه الكره قوي المصريه دلوقتي بحس، انا اتكلم عن نفسي واعتقد مم. عن بقيه الناس واختلاف عن البتاع، مفيش شخص في المنظومه الكرويه المصريه تمثل اي انسان طبيعي. تمام، احنا قلنا يعني ان هي في منظومه الباميه القديمه والكوسه. غير كده، القديمه يعني انت في ناس تعرف تريليت لتريك كشخص مش كلاعب اوكي. كوره، في ناس تعرف تريليت لبركات كان بيطلع في التلفزيون وفي برامج ويقول افيهات وكده. مم. حتى الناس المجانين زي ميدو ولا ابراهيم سعيد مم. كان جنان ريليتابل. مم. لكن الجيل الحالي ده مفيش حد اعتقد مش شبهنا، مصر كلها بكل طبقاتها اوكي. بكل سكانها بكل بتاع، هما مش شبهنا خالص. ممكن تبقى شبه حتة واحدة بس، التلقيح يعني هما مم. عندهم فايب كده معين من الحتة دي. بس في الحياة عامة انا ما بحسش ان في اي لعيب في اخر 10 سنين مم. مش بيمثلني، بس ان انا هو ممكن نقعد نتكلم متعلق بيه على المستوى الشخصي، مش متعلق بالمستوى الشخصي، او حتى ممكن ما اتعلقش بيه بس حاسس اني فاهمه، فاهم مم. دماغه، فاهم قصدي ايه. مم. يعني حتى الايجو اللي عند احمد فتحي ده انا فاهمه، مم. فاهم. مم. في حاجات دلوقتي انا مش فاهمها، مش ما اعرفش، مش ما تبقى يعني ما بتبقاش قاعدين على نفس بس هو المستوى، مش عارف بص نتكلم في فاهمك، لغه بس واحده، فاهم. هو عامة المنتخب ده انا شايف ان هو يمثل الشعب لسبب. الكونتراست اللي موجود في المنتخب بيمثل الكونتراست اللي موجود في الشعب دلوقتي. تبص على يمكن. المحترفين مم. وبص على المحليين، ما هم وشوف كلهم الفرق بين دماغ دول ودماغ دول. يعني كهربا وامام عاشور وفتوح واللي نحط معاهم حسين الشحات او قفشه او ايا كان، شوف دول مختلفين قد ايه عن عقليه مرموش، عقليه مرموش النني، بس عقليه مرموش بس صلاح منتاليتي. فكك من الكلام ده. بص صلاح منتاليتي بيقعد يصور كتب بيلقح يا بيها على عم الناس عارفين نظام ليبرون ويحط جيمس ده. مقاطع ايوه لا، نظام ليبرون جيمس ده انا ماشي، ده عارفه. هي فرقت ايه عن مهرجان الصحف في اجازه، ما هي نفس الفكره، لا فاهم؟ بس فرقت. يعني واحد زي قفشه ده ما كانش عارف اصلا احتفاليه هتلر، فاهم قصدي؟ مثلا في فرق بعيد جدا بس جدا. قفشه عمل بيرسونا لنفسه وتبناها بذكاء الصراحه. ان هو جاهل. ان هو انا بقى فاهم. هو يعني دي عجبتني، وعارف انها بيرسونا زي بيرسونا بركات كده بتاعت انا بهرج طول الوقت دي. زنخه زنخه بقى، بس زنخه اي زنخه حاجه هو يعني زنخ. خلاص. بس زي ما بقول لك ده بيمثل الشعب برضو. الفرق بين ايجيبت ومصر هو موجود برضو هو في في المنتخب. مرموش، بس انا مش مقتنع بصلاح اني لا راجل لا على الله، لا راجل لا. قاعد في الزاويه في الجامع بيقرا قران ويصلي وينزل يلعب كوره. مم. عارف ناس تنزل تلعب الكوره في دورات رمضانيه البنطلون قصير اه وتخش اه يشوط اه ببوز الجزمه يدشم اللي جابوك. اه هو ده محمد النني بالنسبه لي، شخص جميل وبحبه كده. مم. لكن ايجيبت هو مرموش وطاهر، طاهر مش في المنتخب يعني، بس هم مم. دول ايوه كده، هم فاهم. انت جايبهم بالظبط من ايجيبت. يعني طاهر ايوه ما هم ووزيز مرموش معادي تقريبا من اصلا من المعادي، فاهم وزيز قصدي؟ برضه. بس لا يعني الفرق مهما كان صلاح ومهما كان النني يمكن مختلفين عن مرموش وعن طاهر، اصل انا هم بالنسبه لي برضو مختلفين جدا عن باقي انا الشباب بالنسبه لي المحليه. كل الناس اللي في الشعب اللي بتشوف علي ربيع بيضحك هم كلهم نفس الانسان. فاي واحد هيتفرج على علي ربيع وكلكم واحد، كلكم واحد بالنسبه لي. ماشي تمام. طيب تخش في الجد ولا لسه؟ في جد. ودينا في في جد الجد. اتفرجت على ماتش مصر وتنزانيا. اتفرجت عن كثب.
عن كثب. وانا كان في ماتش الصراحه تاني عرفت اتفرج على الشوط الاول بس، كان في ارسنال انا اكتشفت في وليفربول. الدقيقه 59 كنا احنا اوريدي 2-0 فكان خلاص بقى. يعني بصراحه هو برضو الماتش ما حسيتش ان هو يستاهل ان انا فوت الماتش التاني عشانه، بس لما اتكلمت معاك وقت الماتش فهمت ليه. بس حسيت انا كنت عايز افهم بس هو ما ايه نفس اللي في الكلام. مخك. انا حسيت بس من اللي انا شفته في الماتش ده ان فيتوريا نازل او حاطط تاكتكس معقده جدا، نظام بقى سيحان في بعض ولاعيبه قوي. بتغير في الشوط الاول لان كان مدي دور للنني وما بعرفش يعمله، فكان شكل الملعب معوج. بس في الشوط التاني مش اداء، انا ما ببصش على الاداء في الماتشات دي بالذات مع يعني الملاعب والحاجات دي ما بحسش ان دي مقياس، بس زي ما ببص على وقفه اللعيبه ارتباطا ببعضهم. بمعنى ايه؟ عشان اختصر لك، ما نقعدش نطول في الحته دي. على الشمال طول الماتش كنت بتلاقي تريزيجيه فاتح على الخط وفتوح متاخر عنده بس فاتح اكتر، واسمه ايه ده امام رامي عليهم، فعاملين المثلث اللي انا بحبه ده. خلاص ديناميكيات المثلث بتتغير، بس ان لما اسمه ايه بيطلع قدام، كل ما فتوح يطلع قدام كل ما تريزيجيه يخش جوه، كل ما امام يبقى ديبر، يبقى هو عشان يغطي على فتوح تفضل تلف معانا كده. كان شكلها منظم قوي. النني بيلعب ديب اكتر، حتى لو بيلعب 8 بيلعبها زي توني كروس كده اللي هي من تحت قوي. خلاص كان بينزل من تحت قوي، فكان بيبقى تحت دايما. وعمر كمال حتى لو مش فاتح وطالع كان بيبقى كده. وصلاح داخل في القلب، فانت باي وقت مش هتعرف ترسم مثلث ليه شكل اصلا. وكتير قوي كنت بتلاقيهم الثلاثه في خط واحد، هتلاقي عمر جري بالكره لجوه فيلاقي قدامه النني وقدامه صلاح. هو عمر كمال كان محتاس، كان تايه جدا، ما كانش فاهم مش بسببه يعني. هي وقفه النني كانت معقربه الديناميكيه بتاعت التحرك كلها. ومش بلوم النني، ده مش دوره. النني كويس قوي في ال8 دي في 2. انا اصلا حسيت بحاجه تانية بعيدا بقى عن الوقفه التكتيكيه والرسمه التكتيكيه بتاعت الفريق. انا حسيت ان النني البيس عالي قوي عليه. ما دي كده يعني النني ما ينفعش يبدا لو تحتاجه في ماتشات اللي انت عايز تهدي فيه اللعب. بالظبط. احنا كنا قلنا الموضوع ده في انهي حلقه؟ فاكر كنا اتكلمنا عليه؟ الرابعه قبل الاخير، قبل اخر واحده. احنا الزينه اللي فاتت اللي قبلها صح تمام. بس يعني حسيت ان النني ما ينفعش يبدا، لان الريتم الطريقه اللعب بتاعت فيتوريا لعبوا 6 ماشي. لا انا بكلمك ان طريقه لعب فيتوريا لو هو عايز يلعبها زي ما لعب ضد تنزانيا، النني ما يبقاش موجود. النني مش هيبطئ اللعب او مش هيعرف يجاري اللعب، فهيبقى لو في 6 ممكن شوية. ما يبطئوش قوي لان هو بيلعب من لمسه واحده. حلو. فهو في الشوط الثاني اكشلي ما بطئش اللعب، لان هو كانت بالكوره بتجيله من اليمين من اللمسه واحده كان بيوديها الشمال. فهو كل اللي بيعمله ان هو بيبعد الكوره عن منطقه الضغط اكتر منه بيعمل رتم وكده. في 8 انت مضطر ان انت تتحكم في الريتم، لان انت الكرة بتجيلك انت كمحطة المفروض تنقف في المحطة اللي بعدها، فانت ممكن تبطئها تعمل. في 6 انت بتوزع حتى لو بتبطئ وما بتبطئش ريتم قوي، لان انت بتبقى اول محطة بالظبط. يعني لو السنتر باك دالك بسرعة وانت هديتها وعملتها عادي، فمش تحس ان الريتم هدي منك. فحمدي بقى لما نزل الشوط الثاني ظبط المثلث ده قوي. تلاقيه كان دايما بيقوم باص على صلاح وباص على عمر، ويقوم ظابط وقفته عليهم، مش ظابط وقفته على الحته اللي هو حافظها. زيزو كده ما شاء الله عليه، يعني بيعرف يظبط كل حاجه. عايزه ينزل لتحت بيعملها. وبعدين هو لما كان مع مرموش تفاهم بينهم عالي قوي، عشان كده نزلوا مع بعض. مرموش كتير بيحب يخش في القلب، فتلاقي ده قام طالع له بره. فكانوا دايما محافظين على الشكل اللي على الشمال. الشمال عندنا عامه طول الماتش كان شكلا محافظ عليه قوي، يعني كان طول الوقت المثلث شكله مريح للعين يعني، فاهم؟ طب من اللي احنا شفناه في الماتش ده يبقى فعلا ال3 اللي هيبداوا في نص الملعب زيزو وحمدي فتحي وامام عاشور. اتمنى، بس احس ان زيزو وحمدي ونني 6. لا النني دي مش لا. ما اتمناش. انا عايز امام. انا عايز امام وعايزه يلعب في الحته اليمين دي لان هو نشيط قوي، او في الشمال اكتر لان زيزو هيستريح على اليمين. يعني ده اللي انا اتمناه. بس اللي انا فاهمه ان اللي فهمته من الماتش ده ان مرموش اساسي، ان زيزو اساسي كده صلاح ومصطفى اساسيين. وحسيت ان عمر هو الاساسي بتاعه مش هاني. انا كنت مقتنع انه هاني. حسيت بعد الماتش ده انه عمر. لا مش حاسه لسه مش عارف يتاقلم على التكتيكات. حاسه ان هو لسه تايه. هو اصل هو في ناس اداهم دقايق كتير قوي في الماتش بالزياده، عشان كده بقول لك مقتنع ان انني هو اللي هيبدا. بيحاول يجهزه يعني. لكن فتوح ما كانش متاكد، فلعب بشوط بفتوح وشوط بحمدي نشوف. والاثنين كانوا ايكوالي جود يعني.
انا قلبت، ما اعرفش اصلا هاني نزل ولا لا. مم. يعني قلبت، كان زي ما انا قلت لك التشكيله بقت كده: حمدي في اليمين، النني 6، ما اظنش زيزو ان محمد هاني مرموش، نزل، ما اظنش انه نزل. ومصطفى كان لسه في الملعب، مم. وصلاح كان لسه في الملعب. السنتر باكات حجازي ومنعم كده ما كده، نزلش والجون كده كده هيبقى الشناوي. حتى لو بدأ بصبحي الماتش ده فهو خلاص بيجهزوا، بس بيديله دقايق عشان يجهزوا. عشان علي احنا جبر نزل. اتلسعنا اصابات يعني. مم. بس حتى لو لا قدر الله الشناوي اتصاب، صبحي هيسوح. سوحنا مش كده. عشان وحش، عشان قصير جدا يا جماعه، زي عواد كده. سوحش. يعني بسايدز الاتنين طولهم مش منطقي، مش طول مش طول جون. في جيل طالع كامل من الاجوان القزعه كده، ده مقرقني الصراحه. ممكن اقفل حاجه في افريقيا، مش دعوه بالكوره خالص. مش الجندر بندر. لا خالص. قول. يعني للكاميرا بس اقول لهم، اه يعني النهارده يوم تاريخي ايا كانت نتيجه اللي هيحصل. بتكلم على الترايل بتاعت جنوب افريقيا. فلنفخر بقارتنا ان طلع منها بتاع بلد يعني معينه اللي قررت تاخد موقف مشرف في زمن وسخ. ف يعني مش مش هقول اكتر من كده عشان هنشجعها في كاس الامم الافريقيه. بس يعني اصلا داخله كاس الامم الافريقيه. لسه بص. موقف مشرف وهن كمان 10 سنين هنعرف ان ده كان موقف تاريخي مش مشرف بس. تعال نروح السعوديه. ماشي. بس عشان اسبانيا في السعوديه. جميل. انا كنت استمتع جدا امبارح، وكنت على غير ما الناس متوقعه، كان على قلبي مراوح، مش خايف خالص. كنتش خايف خالص حتى بصراحة. الجون العبيط اللي كيبا جابه في نفسه. بقول لك ايه انشيلوتي احسن مدرب في العالم. ولا تقول لي جوارديولا، ولا تقول لي كلوب، ولا تقول لي ارتيتا، ولا تقول لي اي حد. هتلاقي عندي كتاب كوره واحد بس. انت عارفني مجنون كوره. دي كتاب واحد بس، كتاب انشيلوتي. ديش كتاب، ما بجيبش كتب كوره عمري في حياتي. اشتريت كتاب كوره ولا انفيرتد بيراميد بقى ولا الكلام ده. هو كتاب واحد. لا الكوره اللي ريال مدريد بيلعبوها اقسم بالله يخرب بيت المتعه. انا زهقت وتعبت من كتر الحنيكه يا جماعه. الكوره بسيطه جدا والله، الكوره بسيطه جدا. جون مندي ده بالنسبه لي this is peak فوتبول. هي دي كره القدم. دايما انا بحب قوي الباك ليفت لما يلعب الباك رايت والعكس صحيح. اصلا بحس ان احنا كده وصلنا للكمال الهجومي، مش لازم. بقول لك ايه، بص انا اتفرجت كذا مره عشان اكتب الموضوع ده. 6 باسات من اول فالفيردي ودى المندي 6 باسات عدوا على 5 لعيبه. كارفاخال راح لمندي جون، كل ده في 16 ثانيه. جابوا جون في 16 ثانيه من اول باس لاخر وعملوا عكسها في هجمه هتفتكرها انت، اللي روديجر في اخرها لعبها رودريجو، فرش 2 وحطها عكس اوبلاك، وأوبلاك صدها برجله. دي كانت حاجه و60 نقله مثلا. ده فهم بيعرفوا يعملوا الاثنين، يعني اللي هو يجيب لك اليمين يقعد يعملها يدورها في المثلث ده، ما يلاقوش زاويه رفع، او لو لا زاويه رفع مش هلاقي ليها لازمه. فيقعد يعمل كده كده كده. هتلاقي حتى في الخطه دي سنتر باكات بيعملوا اسيستات كتير، يعني زي اسيست قلبه لبيلينجهام في الماتش ايه مش فاكر، نابولي. وزي بتاع روديجر امبارح دي هتلاقيها جمله متكرره جدا يعني. بصراحه يعني نظام اللعب بتاع انشيلوتي لو هوصفه بحاجه هوصفه ان هو فاكن. هو ده الكوره المفروض تتلعب كده بالظبط. يعني اللي جوارديولا بيعمله ده بجد مش مبهر. عندي بس تحفظ واحد على ريال مدريد عامه وانشيلوتي خاصه في لحظات ما، وهذا اللي خسرنا ماتش اتلتيكو الاولاني. ماتش امبارح كان محتاج ان انت تبقى عندك جراءه شويه وتلعبه بابراهيم من البدايه مكان مودريتش. 4-2-3-1 صريحه وواضحه، لسبب ان انت ايا كان حتى لو بيلينجهام بيجيب جوان كتير، بيلينجهام عنده ضمير. بيلينجهام الماتشات اللي جاب فيها جونين وبيلعب في الهاتريك بتلاقيه عند الكورنر عامل تاكل، وعملها امبارح 7000 مره. فهو لازم يبقى واثق في ضمير بيلينجهام، وابراهيم عنده ضمير. خلاص. فانا بشوف في الجون اللي جابه غير لا، ما في ناس عندها ضمير عشان تجيب جون او ترقص او كده، بس حتى ما عندهاش في الدفاع. فانت في الخطه بتاعتنا دي 4-2-3-1 صريحه في فالفيردي، واي اللي هتلعب جنبه تشاوميني، هتلعب جنبه كامافينجا، هتلعب جنبه كروس، روتيت كل الناس جنب فالفيردي، ويلعب بيلينجهام 10 يجي عايز يروح شمال يروح، يمين يروح. ابراهيم يمين، فينيسيوس شمال، ورودريجو فوق. ليه بقول كده؟ ان الاربعه اللي فوق دول عندهم حركيه كبيره قوي، فانت هتلاقيهم دخلوا مكان بعض سيملس كده تماما. وشفناها لان التغيير حصل بدري، ارهقوا الفرقه. الجون بتاع مندي ده يعني. تحرك مندي عامه فكرني بجون كان الواد الباك ليفت بتاع جيرونا جابه، كان في برشلونه تقريبا او اتلتيكو مدريد مش فاكر. ضيع اختها وجاب واحد شبهه سيك، بس اللي جابه
هو اخترق بالكرة بنفسه، مش سلمها واخترق كشخص. مم. بس نفس الفكره، فكره مم. ان الباك ليفت اول لما دخل منطقه الجزاء اللعيبه المدافعين مش عارفين يعملوا ايه. بص هي اقول لك سهله بسيطه، سواء بقى فرق بتلعب ترحيل فرق ما بتلعبش ترحيل، الموضوع مم. سهل وبسيط. انت لما بتدخل التلت الاخراني الخطه سهله جدا. مم. في 5 محطات على حرف منطقه الجزاء، ماشي. مش فارقه مين اللي بيقف فيها، مم. هم 5 محطات. مم. كل اللي عمله ان مندي لقى فينيسيوس واقف في المحطه الاولى، مم. قام راح على الثانيه، لقى رودريجو راح على الثانيه، قام راح على الثالثه، مم. طه جون. يعني انت بتبقى نفس ماشي. الشكل كده. حلو. دي بقى السهوله بتاعت انشيلوتي، اللي هو روح في الحته الفارغه، مم. مم. مش هنعمل تحولات محفوظه. يعني في اوكي جيرونا اوكي هو بيقول أيوة لي أيوة ميجيل أيوة. ابقى في المحطه الثالثه في الثلث الاخراني، مم. زي اللي احنا اتكلمنا عليه في سبيرز. دوجي وبورو لما بيخشوا بتلاقيهم بيلعبوا في البوكيت، عمرك هتلاقيهم بره. مم. بس في مدريد في اريحيه بانت برضه في رفعه كارفاخال في جون خوسيلو. مم. هو كان في اخر واحد بره، مم. لما استلم دخل بالكره اللي جوه، ايه اللي حصل؟ ابراهيم فاتح له بره. مم. لو عملت بوز هتلاقي الشكل عامل، مم. مش جزء من الخطه ان كارفاخال يخش فده يطلع. اوكي هو محفظهم اوكي. شكل، مم. الشكل ده تفضلوا محافظين عليه طول الماتش. مم. مين فين مش فارق لي، مم. مش فارقه، المهم ان الشكل ده يفضل محافظ عليه. مم. 2 مستريتشين، 2 في البوكيت، 2 جواهم ومهاجم، فاهم؟ مم. طب وكارفا؟ لا انا قلت لك بقى مستر جلوتين فري احسن باك رايت في مستر العالم. جلوتين فري. ده انا بقى اسالك سؤال وخد وقتك في التفكير، ماشي. لان كده كده داني الفيش وكافو تاريخيا احسن منه، بس هل كارفاخال احسن باك رايت في تاريخ اوروبا؟ احنا مش بنحط معاهم داني الفيش و لا اوروبا ازين اوروبي، راجل عنده شنجن. راجل اوروبي آه. عنده شنجن. طب تعالى نفكر في مين هو اصلا، مين باك هو رايت في لام انا مش بريت حد غيره يعني. يعني احنا دلوقتي بنقارن فيليب لام بكارفاخال او اي حد بس في مين مخك، تاني او جاري بس نيفل، او اي لا حد جه في لا مخك جاري يعني. نيفل قديم قوي طريقه لا، ايا ما كان هنحط- في اي زمن، اكيد مش هحط ارنولد في الموضوع يعني. ايا كان يعني. ما انا بقول لك انت فكر معايا في مين يعني اصلا ممكن نحطه في الموضوع. البرتغال ما كانش بيبقى عندها، هتلاقيهم مين في فرنساويين فرنسا؟ معظمهم. مين باك رايت فرنسي؟ دانيول، ثانية، ثانيه؟ لا طبعا. لا. تورام. انا حاسس الاثنين اللي انت قلتهم دي المقارنه اللي احنا ممكن نفكر فيها دلوقتي، فيليب لام وكارفاخال. انا بقول لك اخر مره ده كان الحاد كروي. لم كان عنده اريحيه في الحركه اكتر. مم. بس كارفاخال انا كمان لما ركزت امبارح، غير الواجب الدفاعي اللي انا دايما بشوف ان هو كويس مم. عنده، الحته النزعه الهجوميه معظم اجواننا اللي فيها رفعات تاريخيه مم. هو وراها. يعني دبل كيك كريستيانو، مم. الفما حاجه، مم. جون خوسيلو بتاع امبارح، جون راموس في سوبر اللي ضد سيفيا، وبعدين في مم. الاكسترا تايم هو راح جاب جون زي ما جاب جون في الماتش اللي فات. مم. ايه تاني؟ في 7000 رفعه كل ما يجوا في دماغي، كل ما تلاقي اي رفعه جايه من على اليمين حصل شيء ما درامي بيطلع كارفاخال مم. دايما يعني. فهو لا راجل كونتريبيوت. فانت تحطه على لام. بس ما انا رايي مشتي مجروح، انا مشجع مدريد طول عمري يعني. ايه؟ انا مشجع مدريد فانا ما يعني أنا مشتي مجروح. انا بس خايف من ريسنسي بايس بالنسبه يمكن. لي، ان انا عشان فاهم لام اعتزل من فتره وعشان كارفاخال دلوقتي متالق، فانا هكون مايل اكتر لكارفاخال. ممكن، مش مع قادر ان أحكم. لام كورته انضف، بس انا بحب كارفاخال اكتر الصراحه. انا همتنع عن التصويت. هو يعني كده بالنسبه لي توب 3 في الباكات اللي رايت اللي شفتهم يعني. عامه في التاريخ في العالم هم 3 مفيش غيرهم اصلا بالنسبه لي. طيب. نسينا واحد مهم، لا اوروبا ممكن تقارن بيه زمبروت. ما اقدرش اساعدك في الموضوع ده. جامد كان زمبروت، كان اسطوره يعني زمان. طيب كروس على الصفافير. الناس مش فاكره هي بس دي الأول الفصله الناس دي بالظبط الفصله اللي انا اتكلمت فيها في اول البرنامج. اللي هي يعني لعيب كوره، مم. انا بشوف كروس ده هو البيك بتاع كيف تكون لاعب خط وسط. تمام. ولو شفته قدامي مستحيل اتصور معاه. تمام. امه على اللي جابت امه. حلو الله عليك. تمام. بس هو بيلعب في فريقي، ولما اجيب جون ايوه يا دي يا كروس، ولما نزل الملعب كان احسن لعيب في الملعب. وبصراحه يعني كنوع من الافيه يعني اختيارك ان انت تصفر على كروس مرهق ليك انت، عشان الكرة بتجيله كتير جدا. الكرة بتجيله كل ثانيتين وبعدين بتقعد في رجله ربع ثانيه فتعمل مش هتلحق تعمل حاجه يعني. هم المره الوحيده اللي طولوا فيها ان جريزمان عمل عليه فاول فوقع، فالبو تولد بالبتاع لجت طبعا البتاع ليه اللي مش محترمها خالص.
بتاعت سفير على بيكن باور ايام بقى كان الماني بتاع لا في ثقافتنا بقى ولا في ديننا ولا حاجات دي ان احنا يعني نحترم الاموات ايا كان بقى جنس ملته ايه يعني بالذات ان انت بتعمل مش الدقيقه دي على على في بلدك فلنحترم يعني. مش قصدي حاجه يعني، انا متفق معاك في كل اللي انت قلته وكل حاجه، بس هو معلش هما في بدايه الحرب هما وقفوا يا دي عم احداد. هو انت كل شخص ما هو دي وانت ده كولكتيف زي اللي احنا بنقول ماشي كولكتيف ماشي بانشمنت كده. ماشي، بس ولا هعاتب ولا فارق معايا، مش ما ولا انا هعاتب بشوف ولا يعني فارق معايا. بشوفها بس مش وحشه اخلاقيا يعني اخلاقيا يعني مش لما الاقي كويسه. الناس بره المواطن حلو. الاوروبي اللي انا مش طايقه يقول it was disgraceful للاسف موافق. مش هقول علني ان انا موافق بس عمري ما هعرف اقول له لا اصله عمل لا 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 لا, لا تبرر قول يعني. له ما انت ديسكريس في الامان، انا ديسكريس هو ديسكريس ما بره هي عنا دي خلاص المشكله يبقى. دي انا مش لازم ابقى زيه يا باشا هي خلصانه، أنا ما ماشي. تجيش فاهم، ما تجيش ان انت تنظر عليا وانت اصلا. اي كروز كشخص مش غلط بتكلم على في كروز، السعوديه كشخص انا مش فاهم. بتكلم على كروز، انا بتكلم فاهم على بيكن باور دلوقتي. بيكن باور ماشي انا ما اعرفش عنه حاجه يا عم، الماني ما ولا اكبر هعاتب مظاهرات في اوروبا في المانيا ما ولا الناس دي ممكن تكون هعاتب ولا هي فاهم؟ هعاتب ولا هيفرق معايا باي حاجه. انا متفق معاك ان اخلاقيا اللي حصل ده غلط، وان المفروض كنا نحترم ايا كان هو مين اللي مات، ولكن في الاول وفي الاخر نظام بقى المعامله احسن واحنا مش زيهم والجو ده مش انا هياكل مش رايح اليومين دول. اتجوز بنته انا بس مش هياكل هتجاهل البيف ماشي. فاهم مش اكتر يعني. لا ولا فارق معايا بجنيه. مم. اخر حاجه في الماتش ده الصراحه برضو هاشتاج ويز ذا نوز جريزمان، يا نهار اسود. لعيب جامد يعني انا كاتب هنا في النوتس بتاعتي كيبا احا بكويستشن مارك، وكاتب جريزمان احا. انا فاهم كيبا بإكسكليميشن كيبا مارك. بيلعب ليه عشان كيبا هيلعب في الكوس خلاص هو خد انا بس عايز قرار افهم لونين حاجه. ده. لا بس لونين هيلعب الفاينل انا بس كده عايز كده. افهم حاجه. هو ليه مدريد ما حولوش مع دخيه؟ عشان اسمه ايه ما بيحاولش مع حد مرتين. مين؟ ايه سيبك من امبابي بيريز؟ يعني ده عشان بعد حوار الفاكس يعني. بس هو المره دي الموضوع سهل، لو كان راح قال له كان خلاص هي ايه الجو ده. طب أنا الايجو ده حافظ فاده فريق. بايه؟ أنا يعني حافظ لونين لو كان وحش. لا هو مش فارق في حاجه لان هو عارف ان لونين كويس. ايوه لو كان وحش هو عرفه. لا ما هو شايف لونين انا عارف ان لونين كويس من قبل ما كيبا يجي وقلت لناس كتير وكيبا وبتاع ايوه بس بس انت اخر الفيلم لونين اللي هيقف. بس انت لأن في انا الاول وفي شفت كيلور الاخر نافاس وكورتوا الاثنين مع زيدان وانشيلوتي والناس دي مش فاكر مين كان فين مين. انا ببقى عارف يعني احنا لما نبص في اخر السيزون مش هتفتكر اصلا ان واحد فيهم لعب وبعدين اتغدر عليه وطلع. زي ما انت في اول السيزون مش هتفتكر ان في اول 6 ماتشات في الموسم ابراهيم دياز ما شمش الملعب. ليه؟ عشان ما الموسم بيعدي والفورمه بتعمل زي اول موسم لاسكو اللي هو كان احسن لعيب عندنا. زي المواسم الثلاثه الريبيت اللي عملناها. كل اول موسم بتنزل اشاعه اسكو متضايق انه ما بيلعبش اساسي برشلونه عارضه ما اعرفش ايه. انا شفت الخبر ده 7000 مره. بتنتهي الموسم واحنا بنوزع الجوائز وبنوزع الحب اسكو بيبقى لاعب ماتشات اكتر من بيل. فانا بقيم ده في اخر الموسم. انا عارف ان كيبا هيلعب كوس. طب انا فاهمك انا معاك. هيلعب دوري بس عارف ان ده ما كانش قرار من اول الموسم. ماشي ده قرار فير اللي هو هديكوا وقت في الملعب وهنشوف. بس دي كانت ريسك حتى مهما كان المدرب شايف الحارس بتاعه الاحتياطي ان هو كويس. اتلتيكو مدريد الخميس الجاي في الكاس اللون كيبا اللي هيقف. ماشي ده ماتش في الكاس يا باشا. انا مش معترض على فكره ان كيبا يقف في الكؤوس وان لون يقف في الدوري. انا مش معترض خالص. في اي نادي عامه في اي دوري بيمشيها كده ان الحارس الاحتياطي بيلعبوا في الكؤوس وان الحارس الاساسي بيلعبوا في الدوري او في البطولات الاهم. عادي انا مش معترض على الموضوع ده. انا كل اللي معترض عليه ان فكره ان هو يعتمد على الحارس التاني بتاعه دي ريسك اصلا. كان ممكن الحارس التاني بتاعه يكون حارس تاني فعلا مش بمستوى يعني مش هتكون زي كورتوا وكيلور نافاس. انت بتتكلم هو على لو لونين مش احسن من كيبا كيبا يمشي الحال. غلطاته متخلفه عقليا. غلطه امبارح دي تعير يعني. على فكره غلطه امبارح دي معلش دي معروفه من 3-4 سنين. ما هو ما بيعرفش يطلع كره ارضيه. ما احنا لما كنا بنلعب تشيلسي ما انا فاكرهم حتى لو مندي واقف عنده نفس المشكله ما بيطلعوش على الارضيه. فاحنا هريناهم في الماتشين السنتين ورا بعض دول عرضيات. انا هارش. وعلى فكره انا زي ما قلت لك على منتخب مصر انا عندي مشكله مع الاجوان القصيره. كيبا ازعه. ايه ده لا كيبا ازعه يا ابني. شوف بس طوله كام. لا مش لون اطول خالص. منه ب 15 سم مثلا حاجه كده. لون يا ابني كيبا قصير. كيبا غالبا اقصر مني اصلا 188. طيب انا 187 كده. تخيلني انا واقف جون ريال مدريد مش منطقي يعني. التاني ده 197 ولا حاجه ولا 2 ولا كسر ال2 اصلا لونن. وكورتوا بقى عمود نور اصلا فاهم.
بس 190 ما هي 91 عارف فرق 3 سم يا عم. بتفرق. اقول لك ليه؟ لا أيوه. بتفرق الكرة وكنت في جون قبل مش فاكر كان مين كنت بحكي برضو مم. الكرة اللي بتبقى على الارض اللي انت بتنزل تمد اخرك لاخرك دي. لا يا ده نهار ابيض. اللي بتمد لا زي جون جريزمان امبارح. مم. دي الفرق اللي انت يعني على فكرة كيبا نزل تحت مم. نزل صح سوري مم. بس هو قصير ما طالش. مم. التاني اطول وجابها. هتلاقي لونين في كذا ماتش بيجيب الكور دي مم. بس عادي يعني. عشان كده بقول لك انا ما كنتش قلقان للحظه. ماتشات اللي دي هتكسبها مم. ايا كان المنافس بعرفها من اول 10 دقايق. ماشي. اللي هو هنكسب وهنقعد نضيع كور هنقعد نتعلق قدام الجون ورودريجو هيرقص الخط كله هيبقى عايز يحطها بطريقه معينه. مم. بين دير دان ذات شفتها بدل المره 1000. اوكي تمام. توقعك طيب الماتش الجاي؟ على ضد اوساسونا او برشلونه يعني اتلتيكو. في الكاس. مم. حاسس هنكسب. احنا عاده لما بتبقى قرعتنا صعبه في الكاس مم. بنكسب. ولما اتلتيكو مدريد بيهنونا مره في السنه مم. بنسفلت اللي جابوهم بقيه باقي السنه. المره. يعني احنا في مره كسبونا 4-0 مم. وكوكي تقريبا جاب فينا جون دبل كيك. كان موسم ايه؟ الموسم الثاني لانشيلوتي 2015. مم. اهناهم بقيه الموسم. هو احنا ادينا بس جريزمان كريدت ولا لسه؟ انت قلت لي انا قلت لك انا صح؟ بالنسبه انت لي مش عايز جريزمان تضيف دي اي حاجه يعني. لا بس من دي خلاص بقى اللي هو يعني هبقى بعيد كده. جريزمان لا دي هبل بالنسبه لي يعني زي هبل. لما بقول بنزيما بالنسبه لي اكمل مهاجم انا شفته. عارف اللي هي تمام. الحاجات اللي انا قلتها كتير. تمام فاهم. وبالنسبه لي واضحه ما فيهاش نقاش يعني. طيب تمام. طب لاول مره ممكن في اقول لك البرنامج- اخر حاجه على الماتش ده. قول لي. انا حامل الماتش ده لسيميوني في تغييره موراتا. لان تغييره موراتا حررتنا قوي فبقينا بنضغط قدام قوي. مم. وبقيت حتى روديجر على طول بعد خط النص بكتير. مم. هو وناتشو الناس كانت بتلعب بمنتهى الاريحيه. مم. حته ان موراتا كان مثبت يعني ممسمر كده واحد من روديجر او ناتشو بره اللعب. مم. دي بتفرق طبعا عدديا وانت بتنقل الكره يمين وشمال والناس اللي في نص الملعب تنط محط الضغط فوق كده. مم. فدي تغييره بالنسبه لي غير مفهومه تماما. يعني لو ما لقيتش موراتا مصاب مش هفهم خالص هعمل كده ليه. تمام. هو ممكن بس يكون روديجر قفش له زياده. جميل والله بموت العظيم يا فيه، ابني مجنون بعشقه. مجنون ما انا مجنون، قلت لك مش بقى ممكن، بيتشان مش الجنان ممكن. وده في ايه في حتت معينه يقعد يستفز ناس يطلع ناس بره. لا خد بالك مم. برضو مرات احنا بنقعد نتريق عليه ومهاجم بيضيع وكده. مرات من اصعب مهاجمين اللي تعرف تمسكه. مم. زئبقي جدا هيضيع هو اللي هيختار انه يضيع بس هو زئبقي جدا سريع جدا. بانت قوي في كوره في اخر الماتش كان جريزمان رايح يجري سبرنت روديجر رجع من نص الملعب سبقه مم. ولف ولعبها اللي جنبه حتى ما رجعهاش للجون. مم. فالحته الاكسبلوسيف اللي عند مراتا دي بتهت اي باك بتخليه على الاقل يبقى دايما عامل له حساب. مرتب في صدره مش مم. بيجري يلحقه فاهم. بس تمام. في اي ملاحظات تانية؟ على ما اعتقد لا بس انا كنت منتشي جدا من الاداء ومن النتيجه. صراحه الماتش كان حلو قوي. وماتش الحد طبعا اتمنى انه يبقى ضد اوساسونا الصراحه. مم. بس اهلا بالمعارك مش فارق لي كتير قوي يعني. انا مش حاسس فيها منافسه بينكم وبين لا برشلونه. انا في حاجه واحده قلقاني بس من برشلونه مم. ان وكانسيلو مش موجود هم فرقه احسن. مم. فهي ممكن تاذينا بس غير كده الا ربنا يشفي كانسيلو يلعبونا. يعني لو يلعبونا بجد هبقى كل يوم بتابع كانسيلو خف ولا لا. وهبقى نفسي يبقى سليم طبعا. طب انا مش هديك اي مساحه لاي ملاحظات تانية عشان عايز اروح للموضوع ماشي. التاني عشان احنا ما اتكلمناش ولا مره حتى في الحلقات التجهيزيه على ايطاليا. واكشلي اتكلمنا مره على انتر ميلان بس ما اتكلمناش على اللي بيحصل في الدوري. جوزيه مورينيو ذا سبيشال 1 خسر في الديربي من ساري والناس كلها طلعه بتبص على الريكورد بتاع عامه مورينيو في الديربي. مش عارف خسر 4 مرات من 7 ماتشات حاجه كده. بس يا جماعه انتوا بتهزروا. انتوا ازاي جايين يعني تعاتبوا مدرب بيلعب لسه بسمولينج عمال يلم زباله الفرق. يا ريته بيلعب بيلم زباله الفرق وطلع قالها كده بالظبط. قال لك بص على اللعيبه اللي انا بمضي معاها انا بمضي مع اللعيبه اللي الفرق مش عايزاها. اظن ده كان بعد ما جاب ريناتو سانشيز لما كان حد بيساله على ريناتو سانشيز وبيلعب بعيال صغيره. حتى لاتسيو الفريق اللي هو ما عندوش برضه امكانيات كبيره اللعيبه اللي عند لاتسيو باين جدا ان هي احسن من الكرة اللي قدام والاثنين اللي قدام بيتصرفوا اللي هو ديبالا يعني هو اكتر ولوكاكو. اكتر واحد بيخلي الفرقه ديناميكيه قوي هو الشعراوي. بص الشعراوي ده بقى بيلعب كوره بقاله كام مليون سنه. مشكله روما او مشكله اقول لك اجيبها لك من فوق وننزل تحت. مشكله الدوري الايطالي كله
انه بجد يعني انا ما بقول لك ليه ما بقاش قادر اتكلم في الدوري الايطالي، مم. مفيش حاجه تتكلم عليها. يوفنتوس وانتر بينافسوا بعض بس جوه ايكو تشامبر كده. مم. اكتر كوره قديمه ووحشه وممله وملهاش معنى اتفرجت عليها. يعني انا الدوري الايطالي فيه ميزه واحده بس، ان الماتشات دايما لوحدها. يعني مم. ماتشات هتلاقيها دايما مم. مش متقاطعه مع ماتشات تانية، فبيديك فرصه انك تشوف ماتشات. مم. فانا مثلا شفت ماتش كان يوفنتوس ومين، جنوا تقريبا، مم. حاجه تقرف. شفت في اليوم اللي قبله انتر و هيلاس فيرونا تقريبا لا بس او يعني لا كيزا، يعني. مش فاكر يعني حاجه من الحاجات دي يعني. مم. يقرف. ماتش روما مش فاكر ومين، يقرف. الكوره البراند الكوره اللي بيتلعب هناك، هو كل الفرق مبدئيا بره عن بتلعب 5-2. انتر، بره عن انتر. انتر كبراند كوره مش ممتع. العيال بقالهم 3 سنين بيلعبوه فحفظوا بعض غماية، وغير ان انا الكواليتي بس عاليه قوي. اوكي. كواليتي دي ماركو مع ميكي مع تشانوجلو، بصراحه مش دي فارق كواليتي البراند، لعيبه يعني. مش فارق البراند معايا طالما هم بينفذوه اكيد بس بانت قوي بالقوه دي. لما انتر بيلعبوا الفرقه التانية بتاعتهم. مم. بتلاقي في حاله من الركود. مم. هو الماتش اللي انتر اتعادلوه ده كان ارناوتوفيتش بيلعب مكان لوتارو. مم. عشان كده بقول لك كان يقرف في حته كده في لوتارو، والتفاهم بينه مم. وبين تورام والباكات وكده مم. بتفك الدنيا شويه. مم. ومش لوما على ارناوتوفيتش كشخص. مم. هو كل السيستمات دي انت لو شلت واحد هتلاقي هتقوم فاهم، هترجع للشكل السيء لل 3-5-2. 3-5-2 ليها اشكال كتير حلو، مم. بس للشكل السيء انت حتى تلاقيك دلوقتي انت فاتح 90% من الفرق بتلعب بنفس الخطه ما عدا مم. ساري عشان هو بيحب الأربعة تلاتة تلاتة بتاع يفتحها. ساري بول. بالظبط. مم. وعنده كذا لعيب كورته ممتع، عنده جندوزي مم. كورته حلو، عنده طبعا واحد من امتع لعيبه الدوري كلها اللي هو الواد لويز الاسباني اللي هو كان بيلعب في ليفربول. البرتو. مم. لويز لويز البرتو. ممتع. مم. عنده كذا واد كوير، عنده كذا ناس بتلعب مع بعض وقالها كذا مم. سنه. مش هقول لك انه امتع فرق في الدوري ولا حاجه، بس مفهوم بس جدا ان عنده الفرقه دي كواليتيز تكسب اللي روما. تخليه يعرف يلعب كوره، براند كوره اللي هو فرقه الاكسايتمنت روما بتاع دي ساري. غير ان انت على الورق ناس يا قديمه جدا جدا أوي جدا أوي. يا ناس مورينيو شخصيا بيقول لك دول ملط، بس تعمل ايه يعني. هو ايوه. بقاله سنتين بيشتم جراستروب ده مم. وزيفولسكي ده، مم. واللي بينزلوا مكانهم بيقول لك كلهم لعيبه تقلقش من رجلي. خط الباكات بتاعه سواء لورنتي او مانسيني قشطه ممكن لورنتي ده تعبان جدا، بس ده كان ناشئ ريال مدريد انا عارفه. وقت ما لورنتي التاني بتاع اتلتيكو كانوا بيلعبوا كنت بميزوا عن بعض انه بسميهم لورنتي التعبان ولورنتي الجامد، يعني من هم باينين وهم صغيرين. لف في الدوري الاسباني كله على الله، راح ليدز مش فاكر ولا راح فين على الله، ما كانش بيلعب لحد لما كوبر اتصاب. مين التالت بتاعهم مش فاكر. ايا ما واد يكون اسمه نيسن وهويسن، بس اظن هويسن ده شاب. ايا ما يكون. والتالت كان بيبقى 18 سنة سمولينج اللي بيلعب، هو احسن ايوه عارفه الواد اللي وشه محمر على طول. الكواليتي ضعيفه قوي. نص الملعب احسن واحد فيهم بوفي ده ما يلعبش اي حته في الدوري. كريستنسن ده باكتر. بوفي ده ما يلعبش في اي حته خالص في الدوريات الكبيره. عنده بيليجريني حسام عوار كان مفوقهم خيش اتصاب. فالفرقه كلها على واحد. اما بقولهمش مورينيو لسبب، لان لحد وقت قريب حتى وقت لما كنا في سبيرز بيخسر وبيكسب وكل الكلام ده وكده، بس الناس بتفتكر لمورينيو الناس هو مورينيو مفهوم انه مكروه. يعني انا بالزبط. فاهم فكره انك تكره مورينيو، بس الناس بتيجي معاه في ظلم. يعني ليه؟ هقول لك مثلا في سبيرز هو اول مش من ابتدعها اكيد، بس اول من اتك على سون وكين الديناميكيه اللي كانوا بيقعدوا يعملوها، وساعات ولوكاس مورا كمان عمل كده، خلق توليفه كل الناس بنت عليها. كل الناس بنت عليها. مورينيو اول لما جه اصلا ما حدش كان متوقع ان هاري كين هيكون هداف. هاري كين كان مش عارف جاب فوق 30 جون. وفي ريال مدريد الليجاسي بتاعت المرتدات اللي احنا عايشين عليها لحد دلوقتي دي بدا بناها مورينيو. فوتبول هيريتج. معاكم انتوا يعني ما تابعتش قوي، لان انا بصراحه فرجه على يونايتد فيش في المطلق بتجيب لي ارق يعني. بره عن يونايتد بختارش يعني. عامه بالنسبه لمورينيو تقول ايه النقطه السوداء اللي في تاريخه، يونايتد ولا سبيرز؟ لا يونايتد طبعا. يونايتد انا مش فاكر مع انه كسب يوروبا ليج. كسب يوروبا ليج. انا ما بقيمش المدربين على الحاجات دي، زي ما بقارنش اللعيبه على الاجوان والاسيست. هي بالنسبه لي نفس الحاجه. اوكي. بالذات ان المدربين ممكن مدرب يبقى جامد قوي زي ميتشل بتاع جيرونا ده مش هياخد حاجه.
بس مدرب جامد يعني انا عارف انه جامد. مم. انا مثلا بشوف بيليجريني مدرب جامد جدا جدا. مم. خد طبعا. حاجه؟ خدش طبعا حاجه صح؟ خد الدوري. دوري خد ايه؟ دوري انجليزي مع سيتي. ماشي اوكي صح. غير كده اصل هو مدرب جامد جدا، هو في مم. مدريد عمل موسم تاريخي خلص فيه تاني، مم. وفي بيتيس جامد، بيتيس بالظبط. وفي ريال كان جامد. مم. بس انت لو خدتها اون ميريت مم. مش تديله حقه، بس في مدربين كتير جدا جامده جدا. بس. فاهمه. مم. عظيم. جندر بندر. اتفضل يا بيه. جندر بندر يا جماعه، في خبر طلع ان في لعيب من منتخب الجابون الاتحاد الافريقي عايز يحقق معاه عشان امه ماتت سنه 1986 وهو كاتب ان هو مواليد 1990. يعني كذاب غبي. يعني كذاب وغبي كمان. فده اللي هيخلينا نخش اصلا لموضوع التسنين في كرة القدم الافريقية، اللي دي مش اول حالة فيها عامة، وحصل مواضيع كتيرة لا جدا هو يعني. مش اي حاجه، انا عندي نظريه ان القاره كلها مسننه بمصر 100%. بتونس انت في مصر بالجزائر. كمان. لا في مصر أصل انا حضرتها على يدي، ما انا هقول لك رجاله وستات، يعني في الكره النسائيه نص الكره النسائيه دي مسننه والكرة الرجالية من ومهرمنه وانا صغير، وكل من وانا حاجه. بلعب معروف ان الفرق بتكون مسننة. تلاقي واحد بيلعب في 7000 فرقه، تلاقي واحد عنده دقن وشنب وبيلعب في فرقه 12 سنه وحاجات غريبه كده. انت النظرية بتاعتك هي دي ان كله مسنن؟ اقول لك حاجه انا حسيتك بالنسبه هتقول لي دي حاجة يعني اللي البروف. هو لا ما انا هقول لك البروف محنيكة بالنسبه لي. اكتر. حاجه زي ماني. اوه. ماني فجاه نسي الكوره، او مش فجاه نسي الكوره، طب انا فجاه كبر. ممكن اقول لك حاجه. بص عشان دي اللي انا جايبها عندي هنا. بيقول لك ان في واحد افريقي غاني تقريبا عمل زي نوع من انواع الدراسه على 55 لاعب غاني. تمام. من سنه 94 ل 2014. بيقول لك ان هو في الدراسه دي لقى ان اللعيبه الافريقيه او اللعيبه الغنيه دي البيك بتاعتها بيرفورمانس وفالويشن بتكون من سن 20 ل 24 بس. تمام. وبتبدا ان هي تقع من عند سن 25. في حين ان اللعيبه الاوروبيه البيك بتاعتهم بتاعت الفاليو بتاعت قيمتهم وبتاعت ادائهم بتكون ثابته من سن 20 ل 30. جميل. فانت عندك البيك بتاعت اللعيب الافريقي 4 سنين بس وبتوعه وهو عنده 25 سنه، ده معناه ان هو اصلا لا متسنن. لا مالهاش دعوه بكواليتي الكوره. لا مش كواليتي الكوره، دي بكلمك ان ليها هو دعوه بالنون اي يو بلاير. لا ما هو كمل. هو كمل في الدراسه وبيقول لك ان اصلا يعني بص هو بيقول لك يعني ان القيمه السوقيه دي انا مش فاش بالذات في اللعيبه اللي مش من ماشي اوروبا. سيبك من القيمه ملهاش دعوة السوقيه، نتكلم على الاداء نفسه. نتكلم على الاداء نفسه. ماشي واحد كده ماشي. البيك بتاعت الاداء بتاعه وقع وهو عنده 25 سنه، ده معناه ان هو ممكن في الحقيقه يكون عنده 30 سنه اصلا. ما ده اللي انا بقصدي على 29 سنة. ماني أيوة عنده بالظبط. كام على النت؟ 31 صح؟ ماني بقى له 3 سنين بيلعب واحد 37. دي مش صلعت واحد. جيرفينيو. جيرفينيو مسنن طبعا. جيرفينيو انا اكاد اجزم ان نظره ضعف في وسط مسيرته. يعني هو كان بروليفيك فشخ. فاكر روما بتاعت صلاح وجيرفينيو؟ فاكر. كانش بيضيع والجو ده. اكاد اجزم ان بعد كده نظره ضعف لانه كبر. وعنده الصوره اللي البندانه طارت فيها ولقينا شعره بادئ من هنا دي. انا متاكد ان اوزمن متسنن، متاكد. طيب. مليون في المية. بص برضه الموضوع التاني اللي هم اتكلموا فيه في الدراسه دي عامه. يقول لك عامه او في المقال ده مش في الدراسه، القاره الافريقيه كسبت كاس العالم تحت 17 سنه 7 مرات. غانا كسبت مرتين ونيجيريا 5 مرات. تمام. وغانا كسبت كاس العالم تحت 20 2009. وبيقول لك طب اللعيبه دي بتعملش حاجه في كاس العالم ليه؟ لما انت عندك اللعيبه تحت ال 17 والتحت ال 20 بيكسبوا كاس العالم ولاعيبه متالقه وقوام وكل حاجه، بيعملوش حاجه في كاس العالم ليه؟ من تقريبا 10 سنين لما لاتزيو جاب لك صوره واحد قال لك ده اصغر لعيب في تاريخ لاتزيو. الراجل اللي كان شكله جد ده اللي راسه كبيره. كوليبالي للاهلي جابوه اللي كان هداف. كوليبالي ده كان وقت كارترون. كوليبالي الواد اللي جامد قوي وهرب ده المهاجم. كان ايفونا. هو اسمه كوليبالي اللي كان بيلعب في ناشئين توتنهام. كان في كاس العالم ولا الاولمبياد مش فاكر، جاب سوبر هاتريك في الارجنتين وسوبر هاتريك في البرازيل وهاتريك في ايطاليا وحاجه كده، ووصلوا نهائي البطوله وخسروا. كان جود ديفواري. خلاص مش فاكر الصراحه كوليبالي غير السنتر باك. كوليبالي اهلي هيطلع لك الواد المهاجم. انا بقول لك انا فاكر السنتر باك بس. دقيقه ده. وبعد كده اسمه ايه ده هرب. وبعد كده ما عرفش راح تونس وهرب وقعد يروح حتت كتير ويهرب كده.
كان بيلعب في سبيرز. افتكرته؟ كان بيلعب في افتكرته لما سبيرز. قلت ان هو هرب على تونس. أيوة. ايوه هو الواد ده مثلا، ده لما كان في الاهلي انا كنت متاكد انه عنده 32 سنه، بس هو عارف هو المفروض دلوقتي 23 المفروض سنة. عنده كام سنه؟ كام؟ 29. مستحيل الواد ده وقت الشباب، يعني انت هتلاقيه مشهور قوي الكاس عالم الشباب مش فاكر ولا اولمبياد، اللي جاب هاتريك في سوبر هاتريك في سوبر هاتريك في هاتريك في حاجات كده، فتوتنهام اشتروه في وسط البطوله ويجيب دبل كيكات وشوطات وبتاع، بس كان بيلعب ضد أزع وحاجات كده. فاكيد لما بيلعب مع ناس في سنه بقى بجد بالظبط بيتكشف. فهي بالظبط. انا عشان كده بقول لك القاره دي م. مش بس فساد، لان هي ده السبيل الوحيد ان اللعيبه دي تلعب. م. واعتقد تسعيرتهم كده لان هي دي بتبقى ايكويفالنت للبيك الحقيقي، يعني 2025 ايكوال 25 31 كوكب يعني، لان ده سنهم الحقيقي يعني. فانا شايف دي بس هي كانت عشان غبيه كده، وعلى فكره عندنا حاجات كتير كده في مصر بهذا الغباء، بس هي ما بتطلعش للنور عشان العيال دي ما بتكملش. طب ماشي، بس برضو مش بالبجاحه دي. يعني مثلا انت قلت عندنا ابجح والله. لا يعني بص، الكاميرون في يناير 2023 اللي هو السنه اللي فاتت طلعوا من القايمه 32 لعيب في قائمه الفريق اللي تحت 17 سنه علشان فشلوا هو في كده الاختبار بتاع السن. هو اختبار السن بيولوجي كده بالظبط. ما بقاش الموضوع متساب للهوا وشهاده الميلاد. طبعا الحاجات دي ما عندناش في مصر يا حبيبي، عشان احنا شعب متدين بطبعه، طبعا ما بنكذبش طبعا ولا اي حاجه بالظبط. بس وفي 2016 برضو الفريق اللي تحت 17 سنه بتاع نيجيريا طلعوا استبعدوا نص الفريق علشان برضو فشلوا في الاختبار بتاع السن. فلا القاره عندنا عامه في اللايس خالص والله، مع ان القاره اللي جنبنا على طول اللي في اخر الشارع دي اسيا. يعني ما اعرفش بقى الجزء العربي منها بيعمل ايه يعني. بس الجزء النمور كلها اللي على اليمين دي ممتعين جدا. اصلا شفت كان في فيديو من كام يوم نهائي دوري المدارس بتاع اليابان. اليابان. اقسم بالله العيال هو اصلا بقول لك ايه، منتخب اليابان عامه لازم نخلي عيننا عليه، خصوصا كاس الامم الاسيويه. اليابان وكوريا من زمان قوي. اليابان مش عارف جايبين حاجه 40 جون في اخر 10 ماتشات لعبوها. عندي او كسبوا المانيا 4. انا عندي عشق ممنوع كده من وانا صغير، بس الحمد لله يعني خفيت من واحد منهم. في 3 منتخبات بحبهم بعد البرتغال. انت كان المانيا واحد منهم؟ لا مش المانيا، اليابان حلو. والمكسيك وامريكا بحبهم. كنت بتحب امريكا؟ بحبهم ولحد قريب. عشان السيدات؟ لا خالص، بكرهها اصلا. المنتخب الوحيد اللي بشجعه مش في السيدات. اللي فيه لمسه معينه كده، انا بحب اللمسه بتاعت اكاديميات الكوره دي. الكلين تاتش. الثلاثه دول عندهم كومن الحته دي. الثلاثه مهما كان كواليتي اللعيب بس في كلين تاتش. اوكي فهمت. في اليابان زي التاتش بتاع الواد بتاع ليستر بتاع زمان، ده اسمه ايه؟ انا عارف تتكلم عن المهاجم يوشيدا. لا اللي هو مهاجم مش مهم. ايوه اكاجاوا يعني، مدي اكزامبل بقى حد. اللمسه نظيفه يعني، اللمسه طول الوقت نظيفه. مش هتلاقي حد بتطول منه الكوره، مش هتلاقي حد بيتخاذل في دوره التكتيكي. هتلاقي القدرات بقى بتتفاوت. يعني هتلاقي فرق بين ميتوما واندو مثلا، بس الاثنين ما زالوا كويسين. تلاقي فرق ما بين كذا. نفس الكلام ده ممكن اطبقه على كوريا لما كبرت برضو وعيته. هتلاقي ان ليه ده مثلا لمسته حلوه قوي بتاع وولفز. تلاقي سون لمسته شبهه. هتلاقي كيم من جاي حتى اللي هو حتى وضعه التشريحي ومقتب وكده لمسته نظيفه. لا كيم من جاي برضو هتلاقي العيال دي. انا اي بلد بتحس ان انت شايف شيء متكرر وباترن متكرر كده بحبه. المكسيك كنت بحبهم عشان هم اول ناس تهجم بالسنتر باكات وتوقف فول باكات. كان الحوار ده بيجنني. وبيعملوه بماركيز وكايسيدو كان بيجنني ان هو تلاقي الاثنين طالعين مع بعض من العمق كده وكورتهم حلوه طول الوقت. لان وقت خوين سانتوس لكارلوس فيلا والناس دي دايما كده في ناس عندهم لمسه كده، فاهم؟ فدول يعني الجلتي بليجر. فاليابان نرجع لموضوعنا. لا اليابان يعني انا اليابان شايف ان هي ليها شوت في بطولات مهمه في الكوكب عاجلا ام اجلا يعني. مش امريكا زي ما الناس بتبيع لنا خالص يعني. لا اكيد امريكا مش مين اللي بيبيع امريكا. وقت لما الدوري حصل فيه رينيسانس شويه كده وبتاع، قال لك ده بعد حوارات انتر ميامي وبتاع. لا وغير كده كانوا هم عملوا وبصراحه بروجكت كويس اللي عملوا صدفه ابو بوليس. خلاص انا عارف الموضوع ده. عمل بطوله كده ناشئين بيبقى فيها كل الاكاديميات وفرقهم اللي في الكوكب. بطوله كبيره جدا وطلعت كويسه قوي. اللي هي طلعت منها ماكيني وبوليسيتش. في جيل امريكان كده هتلاقيه كلهم سنهم من سن بعض. رينا وبوليسيتش وماكيني بس هي مش تبعهم قوي يعني. وعيال مكسيكان كتير وكده. البروجكت ده ما زال ناجح، بس ما اعتقدش ان هو بقوه اليابان. بس اليابان كمان دخل موضوع التكنولوجيا في الموضوع
والامريكان بقى بيحبوا حاجات اللي هي كليبات والافلام بتاعت الدبل كيك والسيزر كيك والحاجات دي. عندهم عرق بيئه زينا كده شويه. رجعنا بس لافريقيا كده. ماشي. في عارف اوبتا صح؟ اوبتا طبعا. طيب عندهم زي سوبر كمبيوتر كده وعملوا توقعات للبطوله. مم. تمام. هقول لك مين اكبر مرشحين للفوز بالبطوله. هم عرفوا منين؟ طب يعني هم عملوا كأن المجموعات عملوا سيميليشن مين هيبقى عملوا احسن توالت simulation. وكله. لا عملوا سيميليشن للبطوله كلها. اوكي. من اول الفرق اللي هتوصل دور ال 16 والفرق احنا النسبه. نلعب مين؟ طيب احنا نطلع كام مجموعتنا ولا مش مدين لا 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 لا, الروت؟ لا هم حاطين لك برسنتج. اوكي. فاهم يعني احتماليه ان الفريق ده يوصل دور ال 16 كذا في المية. اصل انا Quarter زي ما final قلت كذا في لك المية. انا اول لما اشوف الروت من دون الثمانيه ممكن اتوقع لك عادي. ما انا فاهمك بس تعال نبص عليها بس ونقارنها عامه على حسب الفريق. حاطين ان اكبر مرشح ان هو يكسب بالبطوله السنغال بنسبه 12.8%. موافق سيك. تمام. التاني بقى كوت ديفوار بنسبه 12.1% ان هي تكسب البطوله. ماشي. تمام. المغرب الثالث 11.1%. انا الوحيد اللي في الوطن العربي تقريبا اللي مش مؤمن ان المغرب هتعمل اي حاجه. انا بالنسبه لي احطها رقم 1. ما انا عارف. تمام. وعن وطبيعي علميا أيوة كده. انا مش بقولها علميا، انا بقولها بتكرار التاريخ. يعني انا خد بالك القارات الفقيره دي او القارات اللي بتحبي لسه في كرة القدم بتشوف باتر. يعني سواء امريكا الجنوبيه سواء احنا سواء اسيا حتى في باترنز في نمط متكرر تقدر تحدد عليه اكتر منك تقول جودة كده. النمط بتاع المغرب ده نمط داخلين في فشل نفس اللي شفنا في المغرب. سايكل وهتخلص وبعدين هيقعوا. بس هي ما بتخلصش اورجانيك، هي بتتوقت فجأة كده. اوكي بس يعني انا شايف ان هم لسه في التاريخي بتاع جود ديفوار اظن اللي هو كسبوا البطولة بعد ما دروجبا اعتزل. كانوا بيوصلوا نهائي معانا. بعد كده طلعوا مننا في دور الثمانية. بعدين مش فاكر طلعوا من مين في كده. بعدين بطولة بقى اللي بعدها اللي احنا ما تأهلناش اصلا مش فاكر طلعوا من الدور الاول ولا الثاني ولا ايه. هو ده نفس وده كان بيك الجيل. اوكي ما هو ده يعني اول ما الجيل بيبيك بيفشل مش بعد لما يخلص البيك. في وسط البيك. يعني فاكر الجيل بتاع الجزائر اللي في كاس العالم اللي المانيا كسبته. الفرقة الوحيدة اللي احرجت المانيا والجو ده. الجيل ده انهار وهو مبيك مش بعد ما الجيل نزل. فاهم؟ في عزه قام واقع. ودي كانت فرقه واصله معانا سيمي يعني فاينل واصله. يعني ده توقعك للمغرب؟ حاسس المغرب كده يعني هتعمل بالذات. خد بالك بقى حاجه كمان انا ركزت مع المغرب ان فورمه الشباب دي كلها في كاس العالم ملهاش اي علاقه بفورمتهم دلوقتي. حكيمي بيقدم اسوأ موسم ليه السنه دي كلها. مزراوي ما بيلعبش. امرابط يقرف. وناحي فايق جدا. ماشي بس حارت فايق. بس لا بس معاهم مش مدرب. شايف. لا معاهم المدرب يعرف يقومهم. الاسامي دي كلها اصلا في كاس العالم محدش كان بيقول ان هم هيعملوا حاجه. كاس العالم التحدي اكبر. لكن ان انت لما لا بس ده تحدي بالنسبه لهم. ده تحدي كبير بالنسبه لهم. لما تبقى نازل تلعب كرواتيا وفرنسا وبرتغال والناس دي غير تحديك وانت نازل تلعب تشاد وتلعب جزر ماشي. بس اول ما توصل دور ال 16 تبدا تلاقي. يعني عايز تفهمني ان هم لو بيلعبوا مصر مش هيجزوا؟ ما هو انا مش متوقع ان هم هيوصلوا للدرجه دي اصلا. يعني انا متوقع ان الفرقه دي اصلا تطلع من مالي حاجه كده. حاجه ملهاش هيئه كده. عارف الحاجات دي؟ على فكره مالي ليها هيئه. انت اخترت فريق قصدي اللي هم ملهاش ثقل في القاره. فاهمك. طيب اللي بعدها الجزائر نسبه ان هم يكسبوا 9.7. موافق؟ انا مرشح الجزائر قبل المغرب اصلا. ومرشح مصر قبل الاثنين. ومرشح مصر قبل الاثنين. والسنغال قبل الثلاثه. كنت بتفرج على عارف CBS صح؟ فالبرنامج بتاعهم اللي هو فيه ميكا ريتشاردز وهنري وبتاع عاملين زي برنامج تاني برضو بس تحت نفس البراند اللي هو جولازو. فجابوا زي خبير افريقي يتكلموا على الاودز بتاعه الفرق ان هي تكسب البطوله. فكانوا بيتكلموا على مصر ان هي الحصان الاسود. ما طول ما كان مين اللي قالها من كده؟ تريكا في الاستوديو قال لك طول ما مصر مش مرشح الاول فهي المرشح الاول. صح. اول ما مصر تبقى مرشح الاول انساها. صح جدا. وده ينطبق على مصر في اي رياضه عامه في اي حاجه. ده اتفق معاك بنسبه 100%. مش هايل حلقه. هم الاربعه خمسه هم اللي عايزني احطهم لك بالترتيب. حط. مع ان انا متاكد ان اول فرقه هقولها دي غالبا هتخاش برضو. قلت السنغال مصر ماشي جزائر مغرب كوت ديفوار. ولا انت اصلا كنت هحط نيجيريا قبل المغرب بس بعد بونيفيس اصابته. نيجيريا انت عارف مين المدرب بتاعهم؟ مالطا. كانوا عايزين يفسخوا عقده وما عرفوش. الجماعه اللي مش عارف مدرب نيجيريا بيسيرو.
بيسيرو ده اللي الاهلي شال 5 من سان داونز ده معاه كان صح؟ في فرقه انا مرشح غير طارق لمتي متاخد. انت بتحطني في موقف صعب بس اصل ممكن هي اخش الفرقه على الورق وفق حنار، وبقول آه. الحمد لله ان بارتي بس مش متاخد، بس غانا عندهم فرقه لوكي جامده. مم. في منتخب تاني برضو لوكي جامد، مش فارقه خالص. مش موضوع، هنتكرع بطوله افريقيا الفتره الجايه كده. مم. شكرا لكل الناس اللي سمعونا وتابعونا. دي كانت حلقه جديده من بودكاست الكلام. أيوة. مش هقول بس الرقم عشان وزة بيتعصب. واستنونا في حلقه اجدد ان شاء الله الاسبوع ان الجاي. شاء الله. يلا سلام. السلام عليكم. بيس.